السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الرائعون. إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أتمنى منك الاشتراك والضغط على زر لايك. هذا الفيديو سأتكلم فيه عن سؤال طرحته إحدى الأخوات أنها تعاني من أمور، وأنها قد ذهبت إلى إحدى الراقيات وذكرت لها أنها مصابة أو أنها إنسانة زهرية. أقول لك أختي الكريمة، لا أصل لما ذكر عن الإنسان الزهري أو الزهري، لا أصل لهذا، وليس هذا المصطلح لا يوجد إلا في البلدان التي ينتشر فيها السحر، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون هذا المصطلح لصرف الناس عن الجريمة العظيمة، ألا وهي جريمة السحر، وهي تقرب الساحر إلى الجن بذبح بعض الأطفال أو بعض النساء أو بعض الرجال بدعوى أنهم زهريون. وأما أكثر المسلمين فلا يعلمون شيئا عن الإنسان الزهري ولا يلتفتون إلى العلامات المزعومة، يعني العيون خضر أو شريط مستطيل، كل هذه كذب في كذب ولا أصل له. والنصيحة الأولى التي أقدمها لك أختي الكريمة وهي أن تغيري هذه الراقية التي تقرأ عليك، غيريها تماما، لا تذهبي إليها، لأنها ما دام أنها تؤمن بالزهري وكذا فإنها لا علاقة لها بالعلم الشرعي أبدا، ولا علاقة لها بالرقية الشرعية، وإنما ستزيدك أوجاعا على أوجاع. فغيريها يا أختي الكريمة ولا تذهبي إليها. ولا بد أن تعلمي أختي الكريمة أن الحفظ من الجن إنما يكون بالطاعة وبالذكر وبالصلاة. فدعي عنك كل هذه الأمور، دعي عنك هذه الراقية، دعيها والتزمي أختي الكريمة، التزمي بالصلاة وألحي على الله عز وجل، ألحي على الله عز وجل بالدعاء يا أختي الكريمة، ألحي وألحي في منتصف الليل، في الثلث الأخير، في كل سجدة من سجدات الصلاة، ألحي، فإن الله عز وجل هو الشافي. ولا تلتفتي أختي الكريمة إلى المواقع الغير الموثوقة ممن ينشر هذه الأباطيل. والآن نتكلم عن أعراض السحر، أو عفوا عن أعراض الحسد. وكثيرا ما تأتيني أسئلة وهي: كيف للمسلم أن يفرق بين المصائب التي يكون سببها الحسد والمصائب الأخرى التي لا علاقة لها بالحسد؟ فأجيب، أو يقول مثلا السائل أو السائلة مثلا: إذا لاحظت أنه قد حصلت لي سلسلة من المصائب، أو سلسلة من الأحداث في فترة متقاربة التي لا أجد لها أي تفسير، كحادث مثلا حادث سيارة أو أمراض أو دخول مستشفيات أو مثلا عدم تمام ما أعمله على الشكل المطلوب، لم يكن ذلك الحال يصاحبني من قبل. قال لي البعض، هذا السائل يقول: قال لي البعض بأني محسود، ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لا أعرف حتى من لا أعرف حتى من حسدني؟ فكيف أفرق بين المصائب العادية وبين المصائب أو الأعراض التي تأتي عن طريق حسد أو عن طريق عين؟ هذا على فرض أن هناك حسدا أو عينا فعلا. فهل هناك طريقة علمية واضحة للتفريق بين الأشياء النابعة عن الحسد وعن غيرها؟ وكيف يمكن علاج الحسد من دون معرفة الحاسد؟ بارك الله فيكم ونفعنا الله ونفعنا بكم. هذا سؤال يقوله هذا الأخ. فالجواب أيها الإخوة والأخوات الذي سأجيب به هذا الأخ صاحب هذا السؤال، سأقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، يا من تشاهد هذا الفيديو، إن مما يعين على التفريق بين ما كان من المصائب ناتجا عن حسد أو عن غير حسد، أمور لا علاقة لها بالحسد، أن نتعرف أولا، لابد أن نتعرف
عن أعراض الحسد والعين. لابد أن نعرف هذه الأعراض، فإن أعراض العين في الغالب تكون كمرض من الأمراض العضوية. مثلا أصابتك يدك فيها ألم، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، تذهب للطبيب لا شيء عندك، المسألة عادية، لكن أنت فيك آلام كأمراض المفاصل والخمول والأرق، يعني التعب والخمول والكسل والحبوب على الوجوه أو على الأيادي والتقرحات التي تظهر على الجلد والنفور من الأهل وكراهية الأهل وكراهية البيت وكراهية المجتمع وأن تكره الدراسة، وتصبح فيك بعض الأمراض العصبية والنفسية. ومن الملاحظ، وهذه مسألة ملاحظة جدا، أن الشحوب، يعني الوجه الباهت، الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق الوجه والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان والثقل في مؤخرة الرأس والثقل على الأكتاف والوخز على الأطراف يغلب دائما على مرضى العين. هذه الأمراض دائما تكون في المصابين بالعين. وكذلك الحرارة في البدن، يعني الشخص يجد نفسه في حرارة شديدة في بدنه، والبرودة في الأطراف، يعني برودة في الأصابع، برودة في الأيادي وفي الأقدام، فهذه من أعراض العين. أما أعراض الحسد فيقول أحد المختصين، يقول أعراض الحسد تظهر على المال، وتظهر على البدن، وتظهر على الأبناء، على العيال، بحسب مكوناتها. فإذا وقع الحسد على النفس، يعني على الشخص، يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، كأن يصاب مثلا بالصدود عن الذهاب للكلية. كان شخص يدرس وكان يقرأ، وإذا به يصاب بصدود عن الذهاب للكلية أو المدرسة أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم وعن مدارسته وعن استذكاره وعن تحصيله. وكذلك من أعراضه أن تقل درجة ذكائه وحفظه، وقد يصاب بميل للانطواء، يعني يصبح شخص انطوائي منعزل، ويصبح شخص مبتعد عن مشاركة الأهل في المعيشة. فهنا الشخص قد يكون مصاب بالحسد، بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب وأحب الناس إليه، يعني يبدأ يشعر بأن الناس أو بأن الأشخاص المقربين إليه لا يحبونه وكذا وكذا، وهذه من أعراض الحسد. والحاصل أيها الإخوة والأخوات أن الحسد والعين داءان يعرفان بمعرفة أعراضهما. يعني كيف تعرف أنك مصاب بالعين أو بالحسد؟ إذا عرفت الأعراض وطلب التداوي منهما بالرقية الشرعية. وكما تكلمت مع هذه الأخت الآن، لابد أن نذهب عند راقي أو عند راقية ممن فيهم إيمان بالله عز وجل، لا يهمهم المال، لا، وإنما فيهم إيمان بالله عز وجل. لا كما ذهبت هذه الأخت عند هذه الراقية وقالت لها أنت إنسانة زهرية، وبعد ذلك ستذهبين أنت عندها تقول لك اعطيني مثلا مبلغ كذا وسأزيل عنك هذا، يعني البيع والشراء بآيات الله عز وجل. فالرقية الشرعية أيها الإخوة والأخوات هي قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، قراءة خاتمة سورة البقرة، من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى نهاية السورة. وكذلك من قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذه الآية كذلك تقرأ للشخص أو يقرأها الشخص المصاب بالعين. وكذلك تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وبعض الأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وتقرأ مباشرة على المريض. وممكن
أن تقرأ أو يقرأها المريض بنفسه، يقرأها على ماء ليغتسل به ويشرب، هذا في حالة عدم معرفة العائن. أما إن عرف الشخص الذي أصابك بالعين فيؤمر الشخص بالاغتسال، يعني يغتسل أو الوضوء ثم يغتسل منه المصاب، ثم ذلك الماء الذي اغتسل به العائن يغتسل به الشخص الذي أصابته العين، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، فإذا استغسلتم أو فإذا استغسلتم فأغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا ليغسل الشخص المريض بمائكم فأغسلوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات يكون قد انتهى فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم بإذن الله تعالى، وأتمنى أني أكون قد قدمت لكم شيئا يعني أفادكم واستفدتم منه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا أعجبك الفيديو أخي الكريم أختي الكريمة لا تنسوا أن تنشروا الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا يدفعني صراحة لتقديم المزيد وللتحمس أكثر وأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.